هاي هاي. الفيلم بيبدأ في صيف سنة 1992 بلقطة بتخوف لحمام سباحة كبير. الدنيا ليل وفي مركب لعبة طالعة من قاع الحمام على الوش. بسبب الأصوات الغريبة دي بنت صحاب البيت اللي اسمها ريبيكا بتصحى من النوم، بتبص من الشباك وبتلمح المركب اللعبة، فبتروح أوضة أخوها وبتقوله إنها لقت المركب بتاعته الضايعة، وبنعرف إن الولد عيان بمرض مخليه ضعيف جدا، وريبيكا بتوعده إنها هتجيب له المركب. ريبيكا بتمشي بالراحة ناحية حمام السباحة، وبعد ما شافت المركب بتجيب الشبكة اللي بتنظف المية وبتحاول تصطاد المركب. بس الموضوع طلع صعب شوية لأن المركب كل شوية بتبعد عنها، وهي ما خدتش بالها إنها وصلت لحافة الحمام خالص. وفجأة في قوة مجهولة شدتها لجوه المية، وهي بتعافر علشان تتنفس لمحت مامتها واقفة بره الحمام. بس أول ما طلعت على الوش ما لقيتش حد خالص حوالين الحمام. ريبيكا كانت مرعوبة وجت تمشي، بس المركب اللعبة طلعت تاني على الوش، وده شد انتباهها وقررت تجيبها مرة أخيرة. للأسف وهي بتمد إيدها علشان تاخدها في حاجة شدتها لتحت المية. ريبيكا فضلت تصرخ وتطلب المساعدة بس محدش جه ينقذها، وانتهى الموضوع بغرقها في مشهد مأساوي. بعد كده الفيلم بينقلنا للوقت الحالي وبنتعرف على عيلة والر، عيلة لطيفة مكونة من الأب راي والأم إيف وعيالهم إيزي وإليوت. بنعرف إن راي كان لاعب بيسبول محترف بس اضطر يعتزل بسبب مرض، وبقى عنده صعوبة في المشي وماشي بعكاز. هما دلوقتي بيدوروا على بيت جديد في منطقة هادية، والوسيطة العقارية كي بتفرجهم على بيت للإيجار، بس العيلة ما حستش إن البيت ده مناسب ليهم. بعدين وهم بيلفوا بالعربية في المنطقة عين راي جت على بيت كبير معروض للبيع، فقرروا يدخلوا يتفرجوا عليه. كي قالت لهم إنها عارفة البيت ده بس ما كانتش فاكرة إنه هيناسب طلباتهم، والبيت ده مش للإيجار ده للبيع. وقالت لهم إن البيت ده كان ليه مالك واحد بس طول السنين اللي فاتت. إيف عجبها البيت لأنه واسع وسعره لقطة، والمدرسة اللي هتشتغل فيها قريبة منه. بره البيت بنشوف راي وهو بيبص على حمام سباحة كبير كان متغطي وقتها، ولما شاف كورة بيسبول فوق الغطا حاول يجيبها بس وقع جوه المية. راي حاول يطلع بس اتكعبل في الغطا البلاستيك، وفي اللحظة دي جاله خيال إنه رجع يلعب بيسبول تاني. وبعد ثواني راي عرف يطلع من المية بصعوبة وعيلته جريت عليه. وهنا بنعرف إنه نفس حمام السباحة المسكون اللي شفناه في أول الفيلم. تاني يوم راي بيروح للمستشفى يعمل فحص روتيني، وبعد التحاليل الدكتورة بتاعته اقترحت إنه يزود جلسات العلاج الطبيعي. وبنعرف إن راي عنده مرض بيأثر على حركته وكلامه ومخلي حياته صعبة، والدكتورة نصحته يعمل تمارين خفيفة زي السباحة لأنها هتساعد عضلاته. إيف كانت متضايقة لأن جوزها لسه حالته مش بتتحسن، بس عندها أمل، وقعدوا يتناقشوا يشتروا البيت ولا لأ. وراي أقنعها إنه البيت جميل والولاد هيحبوه وهو كمان هيقدر يعمل العلاج المائي في بيته. وإيف كانت قلقانة علشان لازم يدفعوا تمن البيت كاش، بس وافقت علشان خاطر العيلة. وفي المشهد اللي بعده العيلة بتنقل في البيت الجديد ومعاهم قطتهم سايدر، وبعدها إيف بتودي العيال مدرستهم الجديدة اللي هي برضو مكان شغلها. ورغم إنه أول يوم إيزي اتعرفت على ولد مشهور اسمه رونين وأعجبت بيه. وبالليل العيلة بدأت تنظف حمام السباحة، فضوا المية وراي حط إيده في البلاعة اللي تحت علشان يسلكها، وفجأة في حاجة جرحت إيده، وعيلته اتخضت لما شافوا سائل أسود غريب طالع من الفتحة. بعدين جه فني صيانة علشان ينظف الحمام وقال لهم إنه السائل الأسود ده مية جاية من ينبوع طبيعي تحت الأرض، وإن الينبوع ده مش عادي، ده ينبوع صحي ومفيد جدا للبشرة، وإنه المكان ده كان فيه عيون مية في كل حتة زمان. وراي حس إن الحمام ده هيكون أحسن علاج لمرضه. وبعد ما الفني مشي العيلة ما استنتش ونطوا كلهم في المية. إيف كانت بترمي عملات معدنية في القاع والعيال بيغطسوا يجيبوها، وراي كان فرحان جدا وحاسس إن عضلاته بدأت ترتاح في المية. وإيف ارتاحت لما شافته مبسوط بعد فترة طويلة. بس بالليل مود إيف اتغير لما شافت المصاريف الكتير اللي بتدفعها للدكاترة، وعشان تهدي نفسها قررت تنزل تعوم لوحدها. وهي بتعوم لمحت خيال جوزها واقف بره، بس فجأة اختفى والأنوار بدأت ترتعش، فطلعت من المية بسرعة ودخلت البيت لقيت الكل نايم. ولما راي صحي سألته لو كان عند الحمام من شوية، قال لها لأ. فإيف خافت وقالت له إنهم لازم يصلحوا أنوار الحمام بكرة. في الوقت ده بنشوف القطة سايدر قاعدة عند حمام السباحة وهي بتبص للمية. نفس المركب اللعبة بتاعت زمان طلعت على الوش وبدأت تتحرك لوحدها في المية. الصبح القطة اختفت ولقوا الطوق بتاعها عايم على المية. وبعدين راي شال البلاستر من على ايده واتصدم لما لقى الجرح خف تماما ومن غير اي اثر.
وعشان يضمنوا الأمان إليوت وري غطوا الحمام. وبالليل إيف صحيت ما لقيتش ري جنبها، بصت من الشباك لقيته بيعوم في الحمام واستغربت جدا إنه بقى بيعوم بمهارة رغم حالته. تاني يوم الصبح ري راح للمستشفى تاني، وبعد فحوصات كتيرة الدكتورة قالت خبر صادم: حالة ري اتحسنت بشكل مذهل وما كانش حد متوقعه. وري وزوجته كانوا طايرين من الفرحة، وري قال إن السبب هو العلاج بالمية. وفي نفس اليوم إليوت راح لباباه في الجراج ومعاه برطمان عملات وعايز يلعب معاه لعبة صيد العملات تحت المية، بس ري كان مشغول بتدريباته فرسم وش بيضحك على عملة وإدى لإليوت البرطمان وقال له يروح يلعب لوحده. فإليوت لزق العملة اللي عليها الوش بيضحك على اللعبة ونط في المية، وهو تحت المية في حد بدأ يرمي عملات في الحمام وإليوت طلع ملقاش حد، فافتكر إن باباه هو اللي بيرميها وفضل يجمعهم وهو فرحان. بس العملات بدأت تترمي ناحية الحتة الغويطة، وفجأة حس إن في حد واقف فوق، بس لما بص ملقاش حد. وفجأة سمع صوت بنت بتطلب المساعدة، والصوت كان طالع من جوه فتحة الفلتر. البنت قالت إن اسمها ريبيكا وبتدور على مامتها، وطلعت له اللعبة بتاعته. ولما إليوت جه ياخدها إيد مرعبة طلعت وحاولت تشده. إليوت اتخض جدا وحكى لمامته اللي حصل، وقال لها إن البنت اسمها ريبيكا وبتدور على مامتها، بس طبعا ما كانش في حد هناك. وري قال إن ده مجرد خيال من إليوت عشان ما عندوش صحاب. وعشان يغيروا الجو ري أعلن إنهم هيعملوا حفلة حمام سباحة في الويك إند وهيعزموا كل الجيران. تاني يوم العيلة راحت تمرين البيسبول بتاع إليوت. الولد كان خايف يضرب الكورة علشان أبوه كان بطل، بس مع تشجيعهم عرف يضرب كورة كويس. مدرب البيسبول طلب من ري يجرب يضرب هو كمان. في أول مرتين ري فشل ووقع على الأرض بشكل محرج، بس في المرة الثالثة جاله خيال حمام السباحة وفجأة الوقت بقى بطيء قدامه، وضرب الكورة بقوة خرافية لدرجة إن الكورة اتشرخت وكسرت كشافات النور العالية. الكل اتصدموا وفضلوا يسقفوا له. وبالليل الأهل خرجوا علشان يتعشوا بره لأن ري كان حاسس إنه صحته بقت بومب. وإيزي انتهزت الفرصة وعزمت صاحبها رونان. الاتنين نطوا في الحمام وكانوا مقضيينها وبدأوا يلعبوا سوا. ولما جه الدور على إيزي تغمض عينيها، رونان حب يهزر معاها وطلع من المية وسابها لوحدها. فجأة الأنوار بدأت ترتعش تاني، وإيزي بدأت تسمع كلمة بولو جاية من حواليها، وفي كيان فضل يلف حواليها وهي مغمضة. ولما فتحت ما لقيتش حاجة، فإيزي افتكرت إن رونان بيشتغلها فغطست تحت المية عشان تدور عليه. بس الغريب إنها ما كانش عارفة إنها توصل للقاع. فجأة الكيان ظهر من تحت ومسك رجلها، بس إيزي لمحت فتحة نور من فوق وقدرت تهرب وتطلع على الوش. رونان ساعدها تطلع وقال لها إنه كان بره طول الوقت وهي كانت لوحدها. وقبل ما تفهموا اللي حصل أهلها رجعوا، فرونان هرب بسرعة. إيزي كانت مهزوزة جدا، وإليوت سألها لو شافت حاجة، بس هي أنكرت علشان ما تبوظش فرحة باباها بتحسنه. والمشهد بيقلب على حفلة الحمام وناس كتير متجمعة. ابن المدرب راح لري عشان يمضيله على الكورة، وري مضاله فعلا وقال له تيجي نلعب شوية. ري شال الولد على كتافه وبدأوا يلعبوا مصارعة كتاف ضد فريق تاني في المية. وفي نص اللعب السائل الأسود طلع من البلاعة ودخل في بق ري، فري كأنه اتلبس ومسك رجل الولد اللي على كتافه بقوة وبدأ يسحبه للحتة الغويطة. الولد فضل يصرخ بس محدش سمعه من الدوشة. ولما كان خلاص هيغرق أبوه لمحه ونط أنقذه، والولد نجا. بس أبوه اتصدم لما شاف علامات إيد على فخاد ابنه. وري كمان فاق ونجا بصعوبة. والحفلة قلبت غم، والبوليس جه علشان يحقق، وإيف اعتذرت وقالت إن جوزها فقد السيطرة بسبب مرضه العصبي. المدرب ما تنزلش عن محضر بس حذرهم يقربوا من ابنه تاني. وإيف لمت عيالها وقررت تسيب البيت فورا لأنها اتأكدت إن في حاجة غلط في الحمام ده. بس ري زعق وقال إن ده كلام فارغ. وهما بيحاولوا يمشوا بالعربية ري جاله تشنج وقعد يكح كحة فظيعة وطلع سائل اسود من بقه، وعرفوا ان الحمام مش هيسيبهم يمشوا فرجعوا للبيت تاني. وري وهو نايم فضل يقول انه عايز ينزل الحمام، فإيف خافت وخرجت بره وشغلت الخراطيم علشان تسحب كل المية من الحمام وتفضيه. وتاني يوم إيف عملت بحث على النت وعرفت الحقيقة، مش بس ريبيكا اللي اختفت، ده في ناس كتير ماتوا في الحمام ده على مر السنين. راحت لبيت عيلة سامرز وقابلت لوسي مامة ريبيكا اللي كانت ماشية بجهاز أكسجين وشكلها تعبان. وإيف سألتها عن الحمام وعن ريبيكا. لوسي بدأت تكح ودموع سودة نزلت من عينيها، وقالت لها الحقيقة الينبوع ده كان موجود قبل ما البيت يتبني وهو بينفذ الأمنيات، بس لازم تضحية روح مقابل روح. وحكت لها إن ابنها توماس كان عيان جدا والينبوع شفاه وبقى ناجح دلوقتي، بس التمن كان ريبيكا.
وفي فلاش باك بنشوف إن لوسي هي اللي قفلت الباب على توماس ومنعته ينقذ أخته وهي بتغرق لأنها كانت ملبوسة. لوسي قالت لإيف ما تخافيش على جوزك لأن هو اللي أمنيته اتحققت. إيف اتفزعت وجريت من البيت. وفي البيت راي كان بيستحمى وفجأة الكيان ده سيطر عليه تاني. وفي نفس الوقت إليوت سمع صوت القطة سايدر جاية من ناحية الحمام فراح يشوفها، لكنه لقى الحمام اللي كان فاضي اتملى مية لوحده تاني. وإليوت شاف القطة فوق العوامة وحاول يوصل لها، وفجأة الكيان ده سحب إليوت لجوه المية والموتور بتاع الغطا اشتغل لوحده وبدأ يقفل الحمام علشان يحبسه جوه. وإيف لما وصلت في الوقت المناسب وكسرت الموتور ونطت في المية عشان تنقذ ابنها. وهي تحت المية إيف شافت فتحة غويطة جدا كأنها هوية ما كانتش موجودة قبل كده. طلعت تاخد نفس ووصلت للخرطوم بتاع المية عشان تتنفس منه ونزلت تاني. جوه البيت راي كان ملبوس كان بيهاجم إيزي. وبعد كده إيف وصلت لإليوت في قاع الهوية وهي بتحاول تطلع. أرواح الضحايا هجموا عليها بس روح ريبيكا ظهرت ومعاها العملة اللي رسم عليها راي وش بيضحك ورمتها لها عشان تدلها على طريق الخروج. وإيف طلعت بإليوت وبدأت تعمله إنعاش قلبي. في اللحظة دي راي جه من وراها وهو ملبوس ومسكها من رقبتها ورفعها لفوق، بس إيزي خبطته بمضرب البيسبول. وإيزي فضلت تعيط وتطلب من باباها يرجع. وراي بدأ يشوف ذكرياته الحلوة مع عيلته فقدر يقاوم الكيان ده ورجع لطبيعته. وإليوت كمان فاق. وراي فهم إن الحمام لازم ياخد روح فقرر يضحي بنفسه ودخل الحمام وسلم نفسه للمية عشان ينقذ ابنه ويقفل الدايرة دي. بعد الكارثة دي العيلة جابت لودر وردموا الحمام كله بالرمل وقرروا يفضلوا في البيت وما يمشوش عشان لو باعوه عيلة تانية هتيجي وتفتح الحمام والدايرة هترجع من تاني. وفضلوا عايشين وهم رادمين على السر ده تحت الرمل. دي النهاية. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك عشان يوصلكوا كل جديد وباي باي.